السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه؟ التطبيق ده فايدته ايه؟ التطبيق ده بيشتغل ازاي؟ التطبيق ده حقيقي؟ التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها مش قادرين توصلوا لها وعارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق؟ كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال الفيديو، شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كمان لان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وبتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ايجان ايرلاينز. التطبيق ده مساحته 32 ميجا، محمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالسفر، بتقدر من خلال التطبيق ده تحجز تذكرة سفر او تذكرة طيران لأي مكان انت رايحه، سواء داخل البلد اللي انت فيها سفر داخلي او سفر خارجي لدولة تانية غير الدولة اللي انت فيها. بتقدر ان انت تحصل على بطاقة الصعود على التطبيق، بتقدر تحصل على التذكرة على التطبيق، بتقدر ان انت تدفع عن طريق فيزا كارت او عن طريق الماستر كارد، بتقدر تقارن ما بين اسعار شركات الطيران للدولة اللي انت رايحها. تقدر كمان ان انت تحجز في اليوم اللي انت عايزه. ولو ما لقيتش مثلا على شركة طيران معينة، بتقدر ان انت تلاقي شركة طيران تانية تلاقيها في نفس اليوم اللي انت عايزه. بيقدر طبعا يقارن لك الاسعار ما بين شركات الطيران، ويقدر برضو يعرفك الخدمات والمميزات وكل شركة طيران بتكون مثلا الحمولة بتاعتها، الوزن بتاعك هيكون قد ايه، وجبة الطعام بتكون عبارة عن ايه. الحاجات دي كلها كمان بيبقى فيه على التطبيق الكارت الذهبي اللي انت بتقدر تشتريه، اللي هو بيكون سعر الرحلة ثابت لأي مكان انت رايحه في أي وقت. يعني انت مسافر مثلا من مصر للسعودية، بتشتري الكارت الذهبي ده بتدفع مثلا تمن التذكرة 500 ريال سعودي. فانت بتقدر ان انت لما تشتري الكارت ده بتقدر ان انت تخلي سعر التذكرة في اي وقت وهي 500 ريال، سواء بقى الاسعار غليت، الاسعار قلت، الاسعار اتغيرت، الاسعار حصل فيها اي مشكلة، فانت بتثبت السعر على الحاجة اللي انت عايزها. ده كده الغرض والمميزات والعيوب بتوع التطبيق. عيوب التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية، مفهوش لغة عربية ولا لغات متعددة كتير. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك الفيديو. لو عايز شرح لتطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق ولقى في حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. وشكرا، سلام عليكم.